إلي. لن أستمع إليك، أنت لا تملك شجاعة الكافية. أنا؟ ما أنت يا إبراهيم. بل أنت يا عيسى. أنا الذي أتكلم في الخفاء ومن وراء الظهور. ها؟ ما هذا الذي يحدث بينكما؟ الأستاذ عيسى يتهمني بسرقة بعض مقالات من مجلات أجنبية، وأنني أكتبها باسمي في هذه المجلة. أنا لم أقل عنه ذلك، بل إنه هو الذي قال عني إن أخطائي اللغوية في المقالات التي أكتبها تزيد على عدد كلمات المقالة. في كلامه مبالغة ومزايدة، ويحاول أن يغطي ما قاله عني. يتضح من كلامكما أن ما قيل عنكما جاء من شخص ثالث. لكني واثق من أنه قاله، لأنه كان دائما ينصحني بأن أقلل من استخدامي لبعض المصطلحات الأجنبية في الكتابة للأطفال. إن الذي وشى بينكما ذكي، ولكن ما فاته وفاتكما أنه أساء إلي إساءة شخصية. فلو كنت يا إبراهيم تقتبس من صحف أجنبية فأنا المسؤولة عن ذلك، وحتى أنت يا عيسى لو كانت هناك أخطاء في اللغة فالمسؤولية تقع علي أنا. المهم أن الذي أوقع بينكما أساء إلي أنا إساءة شخصية. حاشا لله. معاذ الله. أنا حزينة جدا أن يصل الموضوع بين اثنين من أفضل محرري المجلة إلى هذا الحد. كنت أتصور أنكما صديقان عزيزان. المهم لا أريد الحديث في هذا الموضوع إلى أن ننتهي من التحقيق. شكرا. تفضل. أحمد. نعم يا أستاذة. هل انتهيت من الموضوع الذي كلفتك به؟ نعم، حاضر وجاهز. أحضره وتعال إلى مكتبي. حاضر. ألو؟ ألو؟ أنا متأسفة، ظرف طارئ، سأتصل فيما بعد. مع السلامة. تفضل. هذا موضوع عن الصداقة عند الأطفال. شكرا. للأسف أنك تستقبل عملك في مجلتنا بما حدث بين صديقين عيسى وإبراهيم. هذا أمر طبيعي ويحدث في كل مكان. لا لا لا، لكنه لم يحدث من قبل، وكل منهما يحترم الآخر، وإنما حدث كان خطأ فادحا. عموما أتمنى أن تكون فترة اختبارك بالمجلة فترة مليئة بالحب والمودة. الحمد لله. أولى محاولاتي كانت بعنوان الصداقة عند الأطفال. نعم، سأقرأها بدقة وأقول رأيي فيما بعد، ولكن هناك موضوع آخر أود أن أكلفك به، وهو موضوع الوشاية. وأعدك عندما تنتهي من الموضوع سأنشره إذا كان جيدا. سأكون عند حسن ظنك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا بجارتك العزيزة. أهلا بك يا أم عمر. علي، وائل ووالدته قد حضرا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. وائل، أهلا بك يا وائل. تفضل. تفضلي. تفضل يا وائل. سأنتهي بعد لحظات من موضوع يشرحه لي شقيقي عمر وأتفرغ لك. شوقني علي لرؤيتكم منذ أن تعرف على ولدكم وائل، وعندما أخبرني برغبتك في زيارتي كنت سعيدة جدا. وجاءت دعوتك لتجعلني أكثر سعادة. كنت أتمنى أن يتعرف زوجك على زوجي عبد الرحمن. الأيام بيننا كثيرة، وأيضا يكون الأستاذ عبد الرحمن غير مشغول، وأنا متأكدة أنه سيكون هو وزوجي صديقين حميمين. أتمنى ذلك، فالجيرة الطيبة لا تقدر بثمن. نعم، فعندما غال صاحب المنزل في ثمنه وعلمنا أننا سنكون جيران الأستاذة نورة إبراهيم هان علينا كل شيء. فكما قلت، الجيرة الطيبة لا تقدر بثمن. ثواني يا وائل وأتفرغ لك. يمكنك أن تجلس مع شيماء وفاطمة، فأنت ماهر في الشطرنج وتستطيع أن تهزمهما. هيا
يا رجل، فأنت لست غريبا. تعال يا وائل، تعال. ولكن لا تتكلم. أريد بعض الماء. حسنا، سأحضر لك الماء، وأرجو ألا تساعد فاطمة فوزيرها يشكى على الوقوع. اطمئني اطمئني. هكذا يصبح وزيرك بأمان. ولكن الدور عليها في اللعب وليس علي. هكذا أكون قد لعبت لعبتين وأنا من حقي لعبة واحدة. ولكنها بذكاء شديد لعبت لعبتين، لعبة بيدها اليمنى وأثناء ذلك كانت تحرك في الخفاء قطعة أخرى بيدها اليسرى. معقول؟ هذا ما حدث؟ نعم. هي قادمة، كوني طبيعية. تفضل. شكرا. عفوا. ها، هل وجدت مفرا للوزير؟ سأقضي عليه. هيا أريني كيف. هذه القطع ليست في مكانها، وقطعك أنت التي في مكانها. ماذا؟ وائل، ألم يحرك أحدا هذه القطع حينما قمت لأحضر لك الماء؟ لا تدخلاني بينكما، أنتما أختان بينما أنا مجرد ضيف. ها، قد انتهيت وأنا الآن أتفرق لك. لماذا تشككين في قطعي ولا تشككين في قطعك؟ ماذا تقولين؟ ألم ترى أحمد اليوم؟ رأيته قبل أن أحضر إليك. هل بينك وبينه شيء؟ بيني وبين أحمد؟ نعم. لا يمكن، لابد أن هناك شيئا دفينا بينكما. ولماذا تقول ذلك؟ لأنه حين علم أنني ووالدتي قادمان إليكم غضب جدا وحاول أن يمنعني بكل الطرق، وأخذ يعدد لي أسبابا وهمية تخيفني منه. مني أنا؟ نعم. وماذا قال عني؟ هل وصل الأمر لاتهامي في أمانتي؟ لن ألعب معك بعد اليوم. إذن وائل، تفضلي. شكرا. وائل هو ولدك الوحيد. نعم. هل هو مدلل؟ الابن الوحيد دائما مدلل. بعض الشيء. بعض الشيء أم كل الشيء؟ لا أخفي عليك حبي الشديد له وخوفي الدائم عليه، فقد أنجبته بعد معاناة كبيرة مع الأطباء. ولكن خذي حذرك، فالحب الزائد لأولادنا يجعلنا لا نرى عيوبهم أو قد نكتشفها متأخرين. لذلك يجب أن نحدد علاقتنا أو عواطفنا تجاههم. أتمنى ذلك، وجيرتنا ستساعدني بإذن الله على الاستفادة من خبرتك. ما الذي حدث بينكما يا ماهر؟ أبو، قول عني. أنا وجعت بالمواد عالية، نادوا مدرسين يقولون ولدي. لا، لم أقل هذا، لكني قلت أنني أفتخر بصداقتك رغم منصب والدك، ومن قال لك غير هذا فهو كاذب. والآن بعد أن هدأت النفوس، هل لي أن أسألكما سؤالا؟ تفضلي. هل تأكد كل منكما أن ما وصل إليه من كلام قيل عنه كلام صادق؟ لا يوجد مبرر لمن قال لي كي يكذب. ولا أنا أيضا. قد يكون المبرر خفيا عند من أوقع بكما، أو أن يكون مبرر نفسي، أي أن طبيعة الواشي أنه يتلذذ بالوقيعة والوشاية، وأنتم أساتذة وتعرفون ذلك جيدا. إن ما قيل عني فيه جزء كبير من الحقيقة. وأنا أيضا. قد يكون الواشي ذكيا حين استخدم بعض المعلومات الحقيقية للوشاية استخداما خبيثا حتى يصدق كل منكما الوشاية عنه، وأنا أراه واحدا. ولماذا لا يكونان اثنين؟ أي أنا الذي وشى وأوقع بي غير الذي وشى وأوقع به. ولكن أسلوبه في الوقيعة والوشاية واحد، ولن أطلب منكما ذكر اسمه، فمثله عمره قصير وسوف يقع.
كما قلت لكم يا أعزائي في الحصة السابقة، يجب أن تعلموا كيف. ماهر، ماذا بك؟ ما الذي فعل بملابسك هكذا؟ لا شيء. كيف لا شيء وصوتك مضطرب وحالتك غير طبيعية؟ كنا نلعب يا أستاذ. نعم. متى؟ أعطني. بإذن الله. إن شاء الله. مع السلامة. هذه هي رسومات وقصص العدد القادم. انظري. ما هذا؟ إنه رسم كروك لمقالة أحمد عمران. ما رأيك؟ أي مقالة؟ الوشاية. ألم تكلفيه بها؟ بلى كلفته، ولكنه لم يحضرها بعد. ألم تعيديه بنشرها؟ كيف أعده بنشر شيء لم أقرأه بعد؟ لقد ذكر لي بأنك رشحت الرسام سعد عبد الواحد لمقالته، لكنه أصر بأن أكون أنا صاحب الرسم لمقالته. يا أستاذ بدر، هل من الممكن أن أستعين برسام من خارج المجلة مهما كان قدره ليقوم بعمل رسم للمجلة، بينما نحن داخل المجلة لدينا من الرسامين المبدعين من يقوم بذلك؟ الحقيقة أنني أعلم مدى صداقتك بالرسام سعد عبد الواحد، وأعلم أيضا مدى احترامه واهتمامه بكتاباتك، لذا كان من السهل علي أن أصدق ما قاله أحمد. لقد سقط. ماذا؟ هل تذكر ما حدث بين عيسى وإبراهيم منذ فترة؟ نعم. هل تذكر أسلوب وطريقة الوشاية بينهما؟ نعم. هو استخدام لبعض الحقائق ثم الزيادة عليها، فتبدو الوشاية وكأنها حقيقة. هذا ما حدث بالفعل. وهو ما حدث معك بالضبط. ماذا تقصدين؟ أعتقد أن الواشي في الحالتين واحد، هو أحمد عمران. الآن وجدت الإجابة عن سؤال يحيرني منذ فترة. لماذا ظهرت هذه الصفة بيننا في المجلة بينما لم تكن موجودة من قبل؟ على كل حال، قبل أن أظلمه لابد أن أتأكد. ألو مريم، استدعي لي الأستاذ عيسى والأستاذ إبراهيم. وائل، ألم يحضر أحد لتوصيلك إلى المنزل؟ المنزل قريب وأنا أذهب إليه بمفردي، ولكني كنت في انتظارك. خيرا إن شاء الله. كنت قد سألت ماهر عن سبب بهدلة ملابسه واضطرابه، ولم يذكر لك الحقيقة، فقررت أن أنتظرك لأخبرك أنا بالحقيقة. تفضل. لقد تشاجر ماهر مع زميله بهاء مشاجرة عنيفة، وقد وصلت إلى حد الضرب الشديد. وما السبب؟ لا أعرف، أنا أذكر ما شاهدته فقط. شكرا يا وائل، شكرا. العفو يا أستاذ. في أمان الله. لقد توصلت لاسم الشخص الذي وشى بي عند الأستاذ بدر، وللأسف وشايته لم تكن شخصية، ولكنها وشاية تخص العمل، وأنتم تدركون خطورة ذلك على مجلتنا. طبعا طبعا. بالتأكيد. لقد لاحظت أن أسلوبه في الوشاية هو نفس الأسلوب الذي استخدم للوشاية بيني وبين الأستاذ بدر. أنا لا أطلب ذكر الأسماء، ولكني سأذكر أنا اسم الشخص الذي وشى بيني وبين الأستاذ بدر، فإن كان هو فلا داعي للإخفاء، فإن الأمر خطير، وسأكتفي منكما بالنفي دون ذكر أسماء أخرى. فما رأيكما؟ أنا عن نفسي موافق. وأنا أيضا. أنا سأتخذ بناء على هذا قرارا خطيرا، فلا أريد أن أكون ظالما. ولا أنا. ومن منا يحب الظلم؟ إنه أحمد عمران الذي يعمل عندنا في الجريدة تحت الاختبار،
هل هو الذي وشى عند أحدكما؟ نعم، هو الذي أخبرني ما قاله عني إبراهيم. نعم، وهو أيضا من أخبرني عما قاله عني عيسى. إذن هو واحد عندكما، وهو نفس الشخص عند الأستاذ بدر. ما رأيكما؟ وهل صدق بما قاله عنك عند الأستاذ بدر؟ أبدا والله. إذن هو لم يكن صادقا فيما قاله لنا. بالطبع. كدنا أن نخسر صداقتنا بسبب وشاية كاذبة. أعتذر منك يا إبراهيم. وأنا كذلك أعتذر لك يا عيسى. علي نعم، ماذا تريد؟ مررت علي وعينك في عيني وكأنك لم ترني. نعم، وأنا لا أريد أن أراك. لماذا يا علي؟ لأنك صديق غير وفي. ماذا تقول يا علي؟ لأنك حينما تحرض ضيوفي على عدم زيارتي وتكيل لي اتهامات ظالمة تكون عدوا ولست بصديق. أنا فعلت ذلك؟ نعم. مع من؟ حينما تسأل نفسك لمن قلت هذا الكلام ستعرف من هو. عن إذنك. أنا أتهمك اتهامات باطلة؟ أنا أحبك يا علي، أحبك. سأخبرك بالحقيقة. إن الذي أخبرني بما قالوا عني ماهر هو زميل نوال. وائل أخبرني أنك قلت عني أشياء سيئة، وقال هو أيضا عنك ولم أصدقه، وأنت تصدقه. الآن علمت سر انتظاره لي أمام المدرسة وعدم ذكره سبب تشاجركما، لأنه هو السبب. أستاذ، ما دمت عرفت بالحقيقة فلا بد أن تعلم ما قاله وائل في الطلبة كلهم. تفضل يا ماهر. نعم يا أستاذ. هل انتهيت من الموضوع الذي كلفتك به؟ الوشاية؟ نعم، الوشاية. أنا على وشك الانتهاء منه. لا، لن تنتهي منها، فالوشاية عندك لا نهاية لها لأنها في دمك. للأسف يا أستاذ، كتبت قراراً للشؤون الإدارية بإنهاء خدماتك. نحن في مجلة أطفال نزرع القيم والمبادئ لأولادنا الصغار، وفاقد الشيء لا يعطيه. اسمع يا وائل، لن تدخل المدرسة إلا بعد أسبوع ومعك ولي أمرك. فهمت؟ بعد أسبوع. تفضل. يا ويلا وائل وشا، ويلا وائل وشا. وخان من به وثق، ومن وشا بصحبه مثل الذي منهم سرق. يا ويلا وائل وشا، وخان من به وثق، ومن وشا بصحبه مثل الذي منهم سرق. مثل الذي منهم سرق. يا ويلا وائل وشا، ويلا وائل وشا، يا ويلا وائل وشا، ويلا وائل وشا. أبعده الناظر عن مدرسة بها التحق، بضعة أيام له عن نور علمها الترق. أبعده الناظر عن مدرسة بها التحق، بضعة أيام له عن نور علمها الترق. يا ويلا وشا، ويلا وائل وشا، يا ويلا وشا، ويلا وائل وشا، وشا ويلا وائل وشا، يا ويلا وائل وشا، ويلا وائل وشا. ما أجمل الإنسان
الصديق إذا صدق يا ويلا وائل وشاب ويلا وائل وشاب يا ويلا وائل وشاب ويلا وائل وشاب يا ويلا وائل وشاب ويلا وائل وشاب. لقد وشى وائل بين علي وصديقه أحمد، وبين شيماء وفاطمة، وبين علي وعمر، ولكن عمر استطاع أخيرا أن يكتشفه. لم يكشفه عمر فقط، بل كشفه كل الناس، ومع الأسف أنا الوحيدة التي لم أكتشفه. أعماني حبي الشديد له، وجعلني لا أصدق أي إنسان يشكو منه، حتى أصبحت الشكوى عامة ومن الجميع تقريبا، وهي الآن أقوى من التكذيب، حتى صار منبوذا من الجميع. وأين هو الآن؟ إنه في غرفته يتال، حتى بدا لي أنه شبح ابني وليس هو. هذا يعني أنه قد ندم أشد الندم. إذن من هنا يبدأ العلاج. كيف؟ ما دام قد ندم، هذا يعني أن الأولاد سيفتحون مرة أخرى له صدورهم، وسيعطونه الثقة مرة أخرى، وفي هذه الحالة سيفرق هو بين الحالتين، عندما كان واشيا وعندما أصبح صادقا وأمينا. هيا يا وائل، قم واغسل وجهك وغير ملابسك وتعال معي. إلى أين؟ إلى الخارج، حيث أصدقاؤك في انتظارك، علي وفاطمة وشيماء وعمر وفواز. لا، الكل يكرهني. عندما علم الجميع بأنك نادم عادوا لصداقتك، فهل أنت حقا نادم؟ نعم، كل الندم. إذن هيا ابدأ، وسترى النتيجة، ثم سترى مفاجأة كبيرة. أهلا، نحن في انتظارك يا